في ذكرى مرور 4 سنوات على انقلاب 3 من يوليو، لم يكن في الإعلام المصري ما يشير إلى واقع الحال في البلاد حاليا. بدلا من ذلك ظهرت مجددا الدعاية المعادية لثورة 25 من يناير. الحلقة الأحدث في مسلسل البروباغندا تمثلت في تسريب بثته فضائية مصرية خاصة لمحادثات هاتفية للإيحاء بأن ثورة يناير التي يصفها مؤيدو النظام الحاكم بالمؤامرة هي من صنع الجزيرة وليست من صنع الشعب المصري. يأتي هذا بينما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا جاء فيه أن حركة التمرد المصرية التي تصدرت مشهد 30 من يونيو كانت تستفيد من حساب مصرفي يديره جنرالات مصريون وتموله دولة الإمارات. تقرير فاطمة التريكي. تعطيل العمل بالدستور 4 سنوات على هذا المشهد، ولكي يخرج مثل ما خرج كان لابد من هذا المشهد، ولكي يثبت أركانه يقتضي إزالة هذا المشهد، ولكي يستقر يجب ملاحقته حتى آخر زاوية في ذاكرة. في نصوص الدستور المنسي يناير ثورة شعب، وفيما عدا ذلك هي لحظة خراب تعمل الشاشات ليل نهار لشيطنتها، فكرة يجب أن تؤد قبل أن تولد. كان انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي ذروة إنجاز لما تعرف بالثورات المضادة لحركة التغيير العربي، واستخدمت في سبيل ذلك أدوات داخلية كشفت الأيام أنها بامتداد خارجي لأنظمة تبدو مسكونة بالقضاء على الثورات بل والثأر منها في أي بقعة تحرك فيها شعب. تمرد، هل يذكرها أحد؟ شباب خرجوا من المجهول وعادوا إليه بعد إزاحة الرئيس المدني المعزول محمد مرسي. اندثرت الحركة، لكن أخبار تمردها السريع لا تزال تتكشف خيوطه الخارجية. في مقال جديد تروي الواشنطن بوست كيف استخدم جنرالات مصر الشارع لتجهيز انقلاب عسكري. يقول كاتبه نيل كيتشلي إن تمرد هذه لم توجد وحسب، بل صنعت بأموال إماراتية مثبتة. الإمارات التي ينظر إليها كرأس حربة في قيادة الثورات المضادة هي إحدى الدول التي تحاصر قطر اليوم بتهمة أنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى. هي الإمارات التي تدفع أموالا للقضاء على أول تجربة ديمقراطية في مصر وتعيدها إلى ديكتاتورية عسكرية موغلة في القمع. نجاح التجربة سيتحول وهم قدرة بمشروع انقلاب في كل اتجاه، اقتباس للأسلوب يتكرر في السياسة وفي الإعلام. هذه ساعات قضتها شاشة مصرية تعرف بقربها من دوائر الاستخبارات تتهم الجزيرة عبر تسريب مكالمات سجلت لمدير مكتبها في مصر آنذاك عبد الفتاح فايد، وهو يقوم بتسيير العمل اليومي المعتاد في ثورة يناير، تتحدث عنهم وكأنهم مخربون. يناير جريمة تغطيتها إجرام، الصحافة جريمة، الثورات إجرام، وكأنه شرق انقلابات متحدة في وجه العصر وحركة التاريخ، وهذا لا يكون إلا مستويا راسخا لا منقلبا عابرا. ينضم إلينا من باريس المحامي والناشط الحقوقي أيمن سرور، ومن القاهرة عبر سكايب مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية. وفي الاستوديو وبه نبدأ عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة. مرحبا بكم جميعا. عبد الفتاح، ثورة يناير هل هي صناعة الجزيرة أم صناعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر للخلاص من مبارك ومن جمال مبارك الذي أتى بطاقم ربما يطيح هؤلاء الجنرالات عن مفاصل صنع القرار، أم من صناعة الشعب المصري؟ خلينا في الجزء المخصص أو الخاص بنا وهو قناة الجزيرة. نعم، في الحقيقة محمود كما ذكرت تماما، هذا الادعاء بأن ثورة يناير ليست من صنع الشعب المصري فيه إهانة للشعب المصري، وفيه إهانة للمؤسسة العسكرية التي وقف جنرالاتها الكبار وأدوا التحية العسكرية للشعب المصري ولثورة يناير ولشهداء ثورة يناير، وقالوا أن الجيش والشعب إيد واحدة، وأن الجيش هو الذي صنع ثورة يناير مع الشعب المصري. هذا الكلام
كلام قيل. ففيه إهانة أيضا للمؤسسة العسكرية المصرية، وفيه تلطيخ لسمعة الدولة المصرية. هم يتهموننا بأننا نسيء إلى سمعة مصر، بينما الذي يسيء إلى سمعة مصر هو الذي يتلصص ويتجسس على مكالمات مواطن مصري ويذيعها على الهواء على طريقة ميليشياوية، طريقة العصابات وليس طريقة الدولة. الدولة التي يفترض بها أن تحمي خصوصيات المواطنين تنتهك هذه الخصوصيات، تعترف وتتفاخر أمام العالم بأنها تتجسس وتسجل مكالمات وأنفاس المواطنين وتفبركها وتزور فيها وتلفقها، وتدعي كما أذيع بأن هذه المكالمات خاصة بفترة محمد مرسي والإرهاب في سيناء، وهي كلها تخص ثورة يناير. الأمر الآخر هو أن الآن الهدف الآن هو بات تشويه ثورة يناير. النظام يعتمد على أن ثورة يناير هي مؤامرة أجنبية، أنها من صنع الجزيرة. أنا أفخر بأنني أحد الذين مارسوا عملا مهنيا أنا وزملائي، هذه شهادة تقدير. أنا متأكد أن التاريخ سيذكرها لنا كما سيذكر للشعب المصري ثورته العظيمة في يناير، وسيقف أمامها طويلا كما وقف العالم كله أمام تغطية الجزيرة لثورة يناير، واعتبر أنه لولا الجزيرة ما عرف العالم بهذه المظاهرات التي كان التلفزيون المصري يضع كاميراته على نهر النيل وينفي تماما وجود مظاهرات. كنا نضحي بأنفسنا وبأرواحنا، نعم، من أجل الحقيقة فقط ومن أجل مصر ومن أجل الشعب المصري. الادعاء بغير ذلك هو إهانة للشعب المصري، هو إهانة للمؤسسات العسكرية المصرية، وإهانة لكل مؤسسات الدولة، تشويه لسمعة مصر بهذه الأساليب التي تعبر عن ضآلة وتعبر عن إفلاس سياسي كامل باللجوء إلى هذه الأساليب. الأمر الآخر المهم محمود في الحقيقة أن كل ما يذيع عن أننا أذعناه وكنا نغطيه من اقتحام مقرات أمن الدولة وغيرها، كانت تتسابق عليه كل الفضائيات التي تهاجم الثورة وتهاجم الجزيرة. الآن عمرو أديب كان على الهواء يتحدث عن التنكيل به في نظام مبارك وعن فرحته بثورة 25 يناير. كل الإعلاميين المصريين الذين الآن يهاجمون الجزيرة ويهاجمون ثورة يناير كانوا يتسابقون على تغطية أخبار ثورة يناير. لو عدنا الآن إلى كل الفيديوهات الموجودة لتغطيات الثورة المصرية عقب تنحي مبارك، ستجد أن ما هو موجود على الجزيرة موجود على كل الفضائيات المصرية، كل البرامج المصرية التي كانت تغطي عمليات اقتحام مقراتها. الجزيرة لم تقتحم مقرات أمن الدولة، نحن تابعنا هذه التغطيات وكان ذلك يتم، وكانت المؤسسة العسكرية، المجلس العسكري الذي كان يدير شؤون البلاد في هذه الفترة، كان هو نفسه الذي يؤمن هذه العمليات ويشرف على التصريح الأمنية. أنا أقول لك هذا الكلام الآن محمود وزميلي محمود حسين يقبع خلف القضبان لقرابة 200 يوم. ليست مصادفة أن محمود حسين وعبد الفتاح فايد هم الذين توجه إليهم السهام، لأن محمود حسين واحد من الصحفيين المصريين القلائل الذين يتمتعون بالوطنية وبالمهنية العالية، كان موجودا في ثورة يناير. فليس صدفة أن يتم الاغتيال الجسدي والاغتيال المعنوي للفريق الذي كان يغطي ثورة يناير كجزء من عملية اغتيال ثورة يناير بشكل عام وتشويه ثورة يناير. نحن لم نقم بشيء يعني الصورة الكبرى تقول إن الصورة الكبرى هي استهداف ثورة يناير في حد ذاتها. أستاذ مجدي شندي، عندما تمر المناسبة الخاصة بمظاهرات 30 من يونيو ثم انقلاب 3 من يوليو، يجد البعض فرصة للنيل من ثورة يناير بدلا من التنصل من الفضائح والمخازي التي صاحبت هذين التاريخين 30 يونيو و 3 من يوليو، والتعبير والمصطلحات لواشنطن بوست وليست لنا. أليست ثورة يناير هذه محمية بموجب الدستور المصري المعمول به الآن؟ ثورة يناير بالتأكيد هي ثورة الشعب المصري التي ساندها الجيش، وهي محمية بالدستور، وهذا لا يمنع من وجود يعني أعمال لثورة يناير أو وجود جنود للثورة المضادة. الثورة المضادة هذه تجلت في 30 يونيو والثالث من يوليو بالانقلاب الذي مسح بالاستيكة كما يقول البعض كل منجزات ثورة يناير، أتى على التحول الديمقراطي الوليد الذي أنجزته الثورة. لا، أنا لا أوافق على هذا التوصيف. ثورة 30 يونيو كانت أيضا غضبا شعبيا صميما وواضحا، وما حدث بعد 30 يونيو سواء بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي أو غيرها من إجراءات يعني كانت بمثابة
انحراف عن الروح التي خرجت المظاهرات من أجلها. الناس خرجوا في مصر لدولة مدنية لا دينية ولا عسكرية. ما فاق مع ذلك هو التحديات التي واجهت يعني المجتمع المصري بعد هذه المظاهرات، والتهديدات المستمرة لمن يخرج في ذلك اليوم بالقتل والترويع، وهذا ما أدى بالجيش إلى التدخل ومنح فرصة لأنصار الانقلاب على تطلعات الشعب المصري وعلى أحلامه في أن يرتب. طيب أنا دعني أعود مجددا إلى تقرير واشنطن بوست الذي ذكر أن مشهد 30 من يونيو وتحريك الناس بهذه الصورة مشهد أعد له بصورة متقنة وبنفس طويل من قبل جنرالات الجيش الذين أرادوا العودة مجددا إلى المشهد تحت ستار هذا الحشد الجماهيري الكبير الذي خرج في 30 من يونيو. أضف إلى ذلك أن حركة تمرد التي تصدرت المشهد في ذلك الوقت ما هي إلا حركة ممولة من دولة أجنبية. أليس هذا هو التخابر بعينه؟ يعني شوف، حركة تمرد عليها كلام كتير جدا، لكن الإيحاء بأن حركة تمرد هي من صنع 30 يونيو يعني هذا كلام تنقصه الدقة، لأن كانت هناك جبهة الإنقاذ وكان هناك غضب شعبي عارم أدى إلى أن الحركة سواء كانت مصنوعة أم حركة نابعة من صميم الشعب المصري أدت لها أن تنتشر وتستطيع أن تجمع توقيعات على استمرارها. لكن هذا لا ينفي أن كان هناك مخاوف جماهيرية وغضب جماهيري بالفعل من سياسات يعني نظام جماعة الإخوان المسلمين ومن الانحراف بمصر إلى يعني أهداف هي بعيدة تماما عن أهداف ثورة 25 يناير والانقضاض على الدولة الدينية. جماعة الإخوان بدأت برفع شعارات المشاركة، ثم بعد ذلك مارست إقصاء ومارست المغالبة على إرادة الناس هو يعني قد يبدو في نظر البعض لطيفا مسألة التلاعب بألفاظ المشاركة والمغالبة هذه، لكن جوهر العملية الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو في هذا الذي تقوله، مسألة التنافس والحصول على أكبر قدر ممكن حتى يستطيع الحزب الفائز في تلك الاستحقاقات الانتخابية صنع القرار في الدولة. سيد سرور، الأستاذ أيمن سرور، مسألة التلصص والتجسس والتباهي بإذاعة مثل هذه التسجيلات المسربة لمواطنين مصريين على هذا النحو أين تقع تحديدا في التقييمات الحقوقية والقانونية؟ تقع في شبه الدولة، تقع في اللا دولة، تقع عندما يكون هنالك سلطة تختار من تسرب له ما تريد لأنها هي من تسجل بطبيعة الحال. بطبيعة الحال ليس هذا المجتمع يعني ليست التسريبات فكرة مصرية أصيلة، لكنها في أي مجتمع تستطيع أن تسجل من تشاء عندما تكون لديك هذه القدرة. وهذه القدرات بالطبيعة الفنية لهذه الأمور هي لدى السلطات، سلطات أي دولة. في الحالة المصرية في هذا التوقيت تحديدا كانت السلطات بطبيعة الحال مع المجلس العسكري أو مع الجيش أو سميها كما تشاء من أسماء عسكرية أو خلافه، هم من كانوا يسيطرون ومن ثم هم من يسجلون ومن ثم هم من يسربون. هي دي الإشكالية الحقيقية. ثم يعني مر الوقت وحدث ما حدث من أحداث سياسية، من انقلاب، ما مظاهرات، من وخلافه، ثم جاء الوقت إلى استخدام هذه التسريبات في توقيتات معينة. في تقديري أنه إذا أردنا النقاش عملي عن يعني مناسبة هذه التسريبات لماذا تخرج الآن، دعنا نلاحظ أن فيها بعض التسريبات خصوصا للسيد البرادعي وخلافه هي تسريبات مكررة، يعني ما فيهاش جديد. كونه ان هو بيشتم في اليسار او الراجل بيستخدم لغته الشخصيه ومفرداته اللي ربما كثيرين بيستخدموها، التسريب ده ما فيهوش اي جديد، فليه بتخرجه مره ثانيه؟ هل التسريب مقصود بيه فكره 25 يناير؟ في تقدير الشخصي لا، في تقدير الشخصي انه بشكل اساسي في اطار النكايه السياسيه ضد قطر وبطبيعه الحال ضد الجزيره، لانها قامت بدور تغطيه اعلاميه ولم تقل لا يستطيع احد ابدا مع كامل الاحترام للجزيره، لن نكن للجزيره اي دور في ثوره يناير، كان شعبا مصريا وانا احد من شاركوا في هذه الثوره ولا طيب استطيع حسن انك اتيت على هذه النقطه. هذه الجزئيه مهمه. عبد الفتاح، التسريبات التي أذيعت كلها تتحدث عن حرص، السؤال للأستاذ عبد الفتاح فايد هنا في الاستوديو، التسريبات كلها تشير إلى حرص من عاملين بمهنة الصحافة، سواء كنت أنت أو أحمد منصور أو أي من الزملاء،
على تغطية كل شاردة وواردة في الشارع. أليس هذا مفخرة للصحفي؟ يعني متى استغلت هذه التسريبات أو كيف تستغل هذه التسريبات للنيل من عملكم؟ تستغل فقط في حالة واحدة محمود، عندما تصبح الصحافة جريمة. الآن تعامل الصحافة كجريمة. المؤسسات النقابية المصرية الصحفية، وأنا عضو في نقابة الصحفيين المصريين منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، ولي الشرف بهذا. شاركت في كل الاستحقاقات الانتخابية في النقابة، وتحدثت صراحة إلى السيد الزميل نقيب الصحفيين الحالي عما أتعرض له من انتهاكات، آخرها كان رفض تجديد جواز السفر الخاص بي. تعلم أن هناك دعوة قضائية ملفقة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عني بدون أي تهمة، بدون أي سند قانوني، بدون أي مسوغ سوى ممارسة المهنة. فهذه تصبح فقط عندما تتحول الصحافة إلى جريمة تكمم الأفواه، يوضع الجميع في السجون. نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعدد من زملائنا أعضاء المجلس، أيضا جمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالي وخالد البلشي يحكم عليهم بالحبس سنة، تقتحم النقابة. عندما تكون هذه الأجواء يصبح العمل الصحفي جريمة. لكن أنا أفخر بأن أكبر عدد من الانفرادات الإخبارية ومن السبق قامت به الجزيرة، حتى أن وكالات أنباء كانت عالمية كانت تتصل بي لتقول لي عبد الفتاح يجب أن تنقل منا، لا أن ننقل نحن منك. وأنا أتحدث عن وكالات لا أريد ذكر أسماء بالاسم. فعند هذه الحالة ولأستكمل فقط هذه النقطة، أنه الآن أنا بتحدى أنه كل هذه التغطيات الصحفية المهنية لم نسيء فيها إلى مصر، بل على العكس محمود، كان هناك كثير مما يسيء إلى مصر كنا نتعمد أن نحجبه ولا نذيعه، ولدي كثير من الأسرار في هذا الصدد حتى على الزملاء الذين يشوهوننا الآن. هناك كثير من الأسرار الكبيرة لزملاء قدموا لدينا سيفيهات لهم، لدينا السير الذاتية لهم، كانوا يطلبون مجرد الظهور على شاشة الجزيرة والعمل في الجزيرة، لكن نحن أكرم منهم. أخلاقنا لا تسمح بأن نشهر بأحد، وبإمكاننا أن نفعل ذلك. أخلاقنا لا تسمح لنا بأن نشهر بسياسيين يمارسون علينا الإرهاب والاغتيال المعنوي الآن، ولا بزملاء مهنة يمارسون علينا الاغتيال المعنوي والإرهاب الآن ويشوهون صورتنا. ولكننا لن نسمح بذلك. سنتخذ الإجراءات القانونية، وأنا أقول لك سنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الدولية والمحلية لاسترداد حقوقنا. الجزيرة. شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من القاهرة مجدي الشندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، ومن باريس الناشط الحقوقي والمحامي أيمن سرور. نصل بهذا إلى نهاية الحصاد. إلى اللقاء.